السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الأول عندنا درس فهم المعادلات والحلول للصف السادس. أول حاجة بنعرف معنى الكلمة. كلمة معادلة، ركز كده في الجملة نفسها. معادلة زي ما بيكون في مباراة، أيا كانت المباراة، مباراة كرة قدم، كرة يد، وتعادل الفريقين، يعني نفس النتيجة جابها الفريقين، هدفين مقابل هدفين، 3 أهداف مقابل 3 أهداف، وهكذا. يبقى المعادلة بيكون عندي فيها طرفين أو أكثر، يعني ممكن تعادل جميع الفرق. طيب، معنى كلمة معادلة قلنا هو تعادل في عدد الأرقام اللي موجودة. يعني لو عندي هنا 3 يبقى لازم هنا يكون عندي 3. ده معنى كلمة معادلة. طيب، ال3 ما بتجيليش بالشكل البسيط ده، يعني مثلا يقول لي هنا 2 زائد مثلا 7 تساوي 2 و7. أنا عارف إن هما 9، 2 و7 9. فايه العدد اللي يديني هنا 9؟ ممكن يقول لي تساوي 9 على طول، او ممكن يقول لي بدل ما انها تساوي 9 ممكن يقول لي ان هو هتديني اي عددين يدوني 9. 3 زائد 6. طيب، ممكن تقول لي المعادلة بتساوي ايه تاني؟ فكر دقيقة كده. بتساوي 1 زائد 8. يبقى انا عندي دول يسمى معادلات، تسمى معادلات. ليها طرق كتير جدا هنفضل نتكلم فيها، لكن ده الأساس للمعادلة هو العلامة دي، علامة equal أو علامة يساوي، اللي بتخلي الطرف الأيمن مساوي للطرف الأيسر. الطرف الأيمن مساوي للطرف الأيسر. ده في أبسط أنواع المعادلات. في معادلات اللي فيها أكتر من طرف. طب هنشوف أمثلة ونشوف فهم وحل المعادلات. في المثال اللي موجود قدامي في كتاب المدرسة بيقول لي لدى طارق 1190 كرة زجاجية و5 صناديق. وضع نفس العدد من الكرات الزجاجية في كل صندوق. طيب، يبقى احنا عملنا عملية تقسيم أو عملية قسمة. قسمنا 1190 على 5، لأن هو وضع 1190 في 5 صناديق بالتساوي. طيب، أي واحد من أصدقاء طارق إن وجد نركز في السؤال، خمن بشكل صحيح عدد الكرات التي وضعها طارق في كل صندوق. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي ال5 صناديق اللي موجودة. المعادلة بتاعتي هعملها على الشكل اللي موجود قدامنا ده. 5 x بتساوي 1190. احنا كنا عارفين ان x او y او ايا كان الرمز هو رمز المجهول. يعني 5 ضرب عدد مجهول هيديني 1190. ايه هو العدد المجهول؟ طيب، اصدقاء طارق كان اقترحوا اكتر من عدد. العدد الاول كان 234، والعدد التاني 242، والعدد التالت 240. لما جينا ضربنا 5 في 234 ما ادانيش. عملنا علامة يساوي وحطينا عليها شرطة كده، يبقى لا يساوي 1190، يبقى ليس حلا. طيب، نفس الكلام في 242، لا يساوي وليس حلا. نفس الكلام في 240، لا يساوي وليس حلا. اذا دلوقتي كل دول مش حلول للمسألة دي، كلهم خمنوا بشكل غلط. في قريب من الشكل الصحيح بس مش هو الشكل الصحيح، لان هو قسمها بالتساوي. طيب، نعرفها ازاي؟ عملنا قسمة بسيطة جدا، ممكن تعملها على الآلة او ممكن تعملها بدماغك.
1190 على الخمسة، لو قلنا 1/5 مينفعش، 11/5 فيها الاتنين، اتنين ومعاه اتنين في 5 ب10، اتبقى 1/5 مينفعش، نزلنا ال9، 19/5. أقرب رقم هناخده هو ال3، لأن لو خدت ال4 في 5 ب20 أكبر من 19، 3 في 5 ب15، 15 فرق ال19 يديني 4، 4/5 مينفعش، ننزل الصفر اللي موجود جنب ال9، 40/5 فيها ال8، إذا لو بالتساوي هيديني 238. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي 238 كرة زوجية في كل صندوق، وده كان حل المعادلة. يبقى الخمسة هنا الإكس اللي أنا جبتها هي 238. كل اللي أنا بعمله عشان أقدر أجيب قيمة إكس، كل اللي أنا بعمله عشان أقدر أجيب قيمة إكس، يبقى المعادلة عندي كانت موجودة 5 إكس. إكس ده هو المجهول اللي أنا بريده إن أنا أجيب منه المعادلة، بتساوي 1190. وعرفنا جبناها إزاي؟ قسمنا ال1190 على الخمسة، اللي بره على اللي جوه، اللي بره على اللي جوه. طيب هنكمل مسألة تاني. في المثال اللي موجود قدامي المجهول هنا معبرناش عنه بإكس أو واي، عبرنا عنه بتي. تي ناقص 2.1 بيساوي 0. ايه العدد اللي أطرح منه 2.1 يديني 0؟ لما بلاقي اي معادلة ناتجها 0 أعرف إن الطرفين مساويين لبعض. لما باجي أطرح يبقى 2.1 ناقص 2.1 هو ده اللي هيديني 0. يبقى 2.1 ناقص 2.1 هيديني 0. تمام. يبقى أنا كده دلوقتي قدرت أجيب المعادلة اللي موجودة قدامي. 2.1 ناقص 2.1 هيعطيني 0. رقم 14 بيقولي 49 بتساوي 7R. 49 بتساوي 7R. هنا المعادلة مش طرح، أنا عندي 4 أنواع من المعادلات: الطرح والجمع والقسمة والضرب. طيب المعادلة هنا هجيبها ازاي؟ ببساطة شديدة جدا. أنا عندي هنعتبر R دي 7 أحذية. 7 أحذية ب49 جنيه. يبقى الحذاء الواحد بكام؟ ببساطة هقسم على 7، هنا على 7 وهنا على 7. عندي قاعدة بتقولي ان انا لو قسمت على طرف بقسم على الطرف التاني بنفس الرقم. يعني 7/7 هيديني 1، وطبعا هتبقى الار ب1، خلاص الواحد ما بيتكتبش. الار الواحدة هتبقى بكام؟ 49/7 هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيها 7. يبقى ار هنا هتساوي 7. طيب هنشوف المثال. عاوزين مثال مثلا للاسم، هناخد المثال رقم 16. 24 على اتش بيساوي 6. 24 على اتش بيساوي 6. ببساطة شديدة جدا، الرقم اللي ممكن اقسمه على 24 ويديني 6؟ 2 في 6 ب12، 3 في 6 ب18، 4 في 6 ب24. يبقى هقسم على 4. هقول لكم كمان جبناها بطريقة عاملة ازاي. كل اللي انا عملته ان انا قسمت ال24 على ال6، ومن جدول الضرب بتاعي قدرت ان انا لما اشوف ال24 على ال6 هيديني ال4، هيديني الايه؟ ال4. يبقى انا جبت المجهول اللي هو اتش باي طريقة. في القسمة قسمت اللي جوه على اللي بره، الرقم الكبير على الرقم الصغير. قسمت ال24 على ال6 واللي هي ادتني ال4. ده الجزء الاول. هنكمل الجزء التاني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. شكرا لكم جدا على طيب المتابعة. بالنسبة للدروس والاسئلة والاستفسارات ياريت الناس تبعتلي على التليجرام وتشترك في القناة وتشاهد الفيديوهات لاخرها.
شكرا لكم.